السلام عليكم الخوت، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد في قناتي مونديال فانز. دائما ما تنساوناش بالدعم، البارطاج، لي لايك، لي كومونتير. فريمون ارائكم كتهمني بزاف، انتقاداتكم. قناه مونديال فانز هي دائما متتبعه للشان الكروي المحلي والدولي، خصوصا المنتخب الوطني المغربي اسود الاطلس. فيديو اليوم غنحاولوا اننا باجتهادنا الخاص، كيبقى اجتهاد متواضع، اننا نوضعوا بعض النقاط الخاصه بالتشكيله المتوقعه اللي ممكن ان يدخل بها السويد دقيقه غدا ان شاء الله ضمن نظيره الفريق الليبيري، وليس تدخل ضمن تصفيات كاس افريقيا. الحمد لله حنا ضامنين الصداره ديالها، وداجا مؤهلين لاكان 2024 بالكوت ديفوار. كنظن على ان وليد الكراكي معروف عليه، وكنظن ان الشارع الكروي المغربي كيعرف هذا الشيء، لانه ما تيحاولش انه يغير في الخطط ديالو. كنظن على انه ممكن يدخل ب 4-1 كما شفناها في الكوب دي موند في قطر، كما شفناها في العديد من المقابلات اللي جراها مع المنتخب. كنظن هذه الخطه التكتيكيه ممكن يقدر يدخل بها في هذا النهج التكتيكي 4-1 غالبا. في الظهير الايمن ما غيتخلاش على اشرف حكيمي. هذه الامور محسومه، والحمد لله وين كاملين كنعرفوا على ان الجهه اليمنى محجوزه للنجم ديالنا اشرف حكيمي. اظن ايضا في الجهه اليسرى غادي يكون نصير مزراوي. فضل هذا الحق صراحه الخوت عندنا مشكل حقيقي في المساله ديال الجهه اليسرى في هذه السنين الاخيره، رغم وجود عطيه الله واللي دار كوب دي موند واعره وتبارك الله حتى هو حاضر، ولكن خصنا صراحه تكون المنافسه قويه في ذاك البوست ديال الظهير الايسر، وما كرهناش نصير مزراوي يرجع للجهه اليمنى باش تكون منافسه قويه مع بعضياتهم. وتبارك الله هما عندهم كاليتي، وتبارك الله عندهم مقومات فنيه كبيره. كنظن ان في لاك سونترال ما غنختلفوش على نايف اكرد، تبارك الله ما شاء الله هو القائد المستقبلي على ما اظن الخط الدفاع ديال اسود الاطلس. ثابت في المستوى، الجاهزيه التنافسيه مع فريق ويست هام، حاضر بكل قوه تبارك الله عليه ما شاء الله. غالبا غادي يكون حاضر باذن الله. المشكل ديال غانم سايس اللي وقع له في عدم التنافسيه والجاهزيه مع النادي القطري ديالو، دابا راه بريتي في الشباب السعودي على ما اظن. في اعتقادي وكنظن انتم ممكن تقاسموا معايا هذا الراي، يقدر يبدا السي وليد بيونس عبد الحميد اللي دار دي ماتش واعرين مع الفرقه ديالو، وتبارك الله كاين اكسبيريونس في خط الدفاع، تعرف يخرج الكره من خط الدفاع، تعرف يربط مع وسط الميدان تبارك الله. كنظن انه غالبا على ما اظن المغير اللي كان عند السي وليد راي اخر انه يقدر يبدا رسمي. دوماج سفيان امرابط في هذا الحبس اللي كان عنده فيورنتينا الايطالي وخرج منه، ودابا الحمد لله راه دار تعاقد كبير في هذا الصيف انه مشى لمانشستر يونايتد. الجاهزيه ديالو ما واجداش وراه مصاب. والد اتصل بحياة جبران اللي في بلاصه التحق بالكتيبه، ودابا راهم مسافرين الاكادير وغادي يكون حاضر. غالبا يقدر يكون يبدا بيحيى جبران. حدا يحيى جبران في الجانب التنشيط الدفاعي الهجومي، كنظن سليم املاح تبارك الله دار الكلمه ديالو ودوز هو كاس العالم زوينه، وكنظن يستحق المكانه ديالو الاساسيه دائما. النحله غادي يكون حداه غالبا عز الدين أناحي اللي واخا واقع له مشاكل مع الفرقه ديالو مارسيليا، ولكن كنظن اننا لا غنى عنه انه يقدر يكون واجد اساسي. في الجناحين فضل اصابه ديال بوفال. كنظن ما كاينش زعما في اعتقادي انه ما كاينش دابا شي واحد يقدر ياخذ ديك البوست من غير اسماعيل السيباري اللي دار ماتشات واعرين سواء في لاكان ديال مع الاولمبي، سواء مع الفرقه ديالو في بي اس في ايندهوفن. تبارك الله طالون كبير، موهبه كبيره ما شاء الله، مستقبل زاهر كيتسنى الاسود. الا بقاو بهذا المينيوال هادو خدموا على راسهم غادي يكون عندنا ان شاء الله فريق كبير في المستقبل. اسماعيل السيباري في اعتقادي انه يقدر يكون. في الجهه الاخرى امين عدلي عاد التحق بالاسود. كنظن ممكن ان السي وليد يقدر يشوفوا في التيران كيفاش يقدر يتفاعل مع الاصدقاء، كيفاش يقدر ينسجم معهم، كيفاش يقدر ينسجم مع الخطه التكتيكيه ديال الوليد، كيفاش يشوف لاكان، كيفاش امين عدلي كما كنقولوا
يدخل في الخطه ديال وليد ويكون حتى هو جزء لا يتجزا من الفريق. وغادي يبقى لنا يعني راس الحربه ديالنا الغوليادور يوسف نصيري، كنظن انه اساسي 100%، غادي يكون غدا ان شاء الله. وغادي يبقى لنا يعني لاعبين رائعين ممتازين في الاحتياط. كنظن على انه في اعتقادي زعما كيبقى شي هذا الشخصي انهم فوق دقيقه 60 ممكن يشوفوا تغييرات في الهجوم، ممكن يشوفوا تغييرات يعني في وسط الميدان. الا ما شفناهمش ولا شفنا السيوالي تاخر في التغييرات، ممكن حتى المقابله ديال بوركينا فاسو عاد ممكن انه يدير تغييرات، حيت هو راه ديجا يعني ديكلارا بهذا الامر وقال انه هو كيقلب على البلون بي. يعني نقدروا نواجهوا فروق يعني كتكتل في الدفاع، حنا خصنا حلول فين نقدروا نخترقوا هذه الدفاعات هادو. هذا هو اللي كيقلب عليه وليد من بعد كاس العالم مباشره. في اي ماتش ودي كيحاول على انه كيفاش يلقى صيغه ثانيه او وجه ثاني للمنتخب في المقابله. يعني هذا هو المشكل اصلا اللي وقع لنا في الدومي فينال في الكوب دي موند، هما الاصابات، هما اللي خلاونا يعني فعلا الخوت والله ما كانوش الاصابات رحنا جبنا كاس العالم. ولكن ما كيبقى داك البونتوش كيبقى هو اللي كيربح. الوغ وليد انا في اعتقادي انه كيقلب على هذا الشيء في هذا لي ماتش دابا اللي كيدير الماتشات الوديين ولا المقابلات يعني ديال التصفيات، راه كيوجد لهذا البلون هذا باش ان شاء الله في لاكان ما يكونش عندنا مشكل في البونتوش وفي الاحتياط. في اعتقادي هذه التشكيله اللي ممكن يقدر يبدا بها غدا السي وليد الركراكي، في انتظار ان شاء الله يكون شي فوز يعني رائع. اللاعب يقنعونا في لي جو ديالهم يكونوا كاينين ان شاء الله، ونحسوا على انه المنتخب غادي يدير شي حاجه في الكوب دافريك. شكرا لكم كاملين، وما تنساوناش دائما بالدعم.